لما تحرم شيئا قل يا ربي السلام عليكم، واش راكم؟ جيسبر كو فوز allez بيان ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم طليت عليكم بروسيت بزاف بنينه اللي هي فلون باتيسير اللي كامل نحبوها بدون عجينه وبمقادير مضبوطه ويجي خفيف وتوجديه في وقفه وما يشدش كاملين. خياتي اذا كنتوا انتريسي مع هذا لا فيديو تابعوا معايا طريقه التحضير. الوغ في لاغوسيت تاعنا نسحقو لتر من الحليب ولتر من الماء وزوج كيسان نشا او مايزينا، كاس ونص سكر كريستاليزي منكه الموز ديكوجيل بنكهة الكراميل وزوج حبات بيض وملعقة صغيرة فانيلا. بون نجيبو كسرونة نضيفو فيها لتر من الحليب ونضيفو ثاني لتر من الماء. انايا هنايا استخدمت بلاطو كبير وانتي اذا حبيتي برك تجربي نقصي الكمية وديري نص لتر فقط. نضيفو هنايا زوج كيسان من المايزينا بيان سور تكونوا غربلتوها. مكونات هنايا نضيفوهم كامل بارد في بارد. وسعة هذا الكاس يعني 220 مليلتر. فوالا وهنايا نضيفو كاس ونص من السكر العادي، يعني كاس ونص يعني حلاوة يعني تجي في المعقول. ونضيفو هنايا ملعقة صغيرة من الفانيلا ونخلطو كامل هذوك لي زانغريديون اللي حطيناهم، نخلطوهم تخي حتى تذوب لنا هذيك المايزينا. ونضيفو زوج حبات بيض يعني يكونوا بدرجة حرارة الغرفة طبعا. وترجعوا تخلطوا كامل حتى يمتزجوا هذوك المكونات مع بعضهم. الوصفة هذه فريمون سهلة وما فيهاش بزاف مكونات، اقتصادية نوعا ما، واهم حاجة بنتها ما شاء الله يعني تستحق التجربة. الوغ بعد ما خلطنا مليح الحليب والماء والسكر والمايزينا والبيض نحطهم فوق النار تكون متوسطة وتخلطوا يدك هنا تخدم خدمة الباتور. لازم تخلطي حتى يثقل معك هذاك الخليط وما تنحيش يدك قال خطير معك. باسكو اذا خليتي هذيك المايزينا رايح كيفاش نقول لك، مهم رايح تخسر لك هذيك الوصفة. بون ما تخلوش يثقل معكم بزاف، يكون شويه جاري، تخلوه يثقل معكم شويه برك وطفوا عليه، باسكو اذا ثقل معكم بزاف راح يعذبكم بعد كي تفرغوه في البلاطو. نسيت كي طفوا عليه ضيفوا له منكه البنان ولا اي منكه عندكم، مي اللي يجي خير وخير هو تاع البنان، وكل واحد والقون تاعه. هذا البلاطو اللي درتو كبير مي والله ما على باليش شحال فيه. مي كي تكوني حابه تجربي ديري نص لتر حليب مع نص لتر ماء وهي رايحه. شوفي هنايا كي خليته يثقل ما قدرتش ميم با نفرغو ديريكتومون في البلاطو، اولا سخون وثانيا ثقيل. هنايا تحسي براني نسقي في طعام، ما ديروش عليها. المهم الوصفه ومصداقيتها هذه هي. نسيت ما قلت لكمش في البدايه البلاطو لازم تدهنوه بشويه زبده، واذا ما عندكش زبده عادي ديري شويه زيت باش ما يلصقش. وكيما راكم تشوفوا بعد ما فرغنا الخليط كيف نسووه بالمغرف ولا بلا سباتول ليسونسيال تقموها. كنت خليت الفرن تاعي يسخن من قبل كي نحط البلاطو نقص لها، المهم تكون النار متوسطه. كي طيب لكم من تحت شعلوا لها من الفوق، هي ما تديش معكم بزاف في الطياب، ديجا رانا طيبناها من قبل. تشوفوها جبدت على البلاطو لتما صيبو طفوا لها، وكيما قلت لكم اشعلوا لها من الفوق، غير تدي تحميره خفيفه من الفوق نطفوا لها. وهنايا بعد ما بردت نطالوها على الوجه بالكراميل حاجه خفيفه ودخلوها في الفريجيدير تبرد ماكسيموم ساعتين ولا 3 سوايع، المهم تبرد مليح وبصحتكم. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر لما تصير مرا قل يا ربي. بون كانت هذه وصفتنا اليوم، ان شاء الله تسيوها وتعجبكم، جيسبر كو كنت خفيفه وظريفه على قلوبكم. ما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، في الامان. سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم